السنة والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الحديثة وعن بعد كذلك للتأثير الديني لحماية الأجيال الصاعدة لمغاربة العالم. شكرا، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. سيدي المحترم، بالتغيير في البدايه اولا نشكرك ونشكر المجهود اللي كديروه فيما يخص تاثير المغاربه الخارج والدعم اللي كتعطيه لهم فيما يخص انتمائهم اولا للاسلام الوسطي المعتدي ديال بلادنا اللي كيقودوا جلاله الملك، وكذلك حتى هذا الخطاب ديالكم في هذا الاسلام المعتدل حتى في الدول اللي هي تستقبل هاد المغاربه سواء في اوروبا، فهي تؤمن بهذا التوجه ديالكم انتم اللي هو اسلام معتدل على التوجهات الاخرى الكثيره جدا في اوروبا التي تتسم اللي هي راس مالها هو الفلوس، هو الدعم المالي. حنا الدعم اللي كيردوا جلاله الملك اللي هو امير المؤمنين اللي كنشوفوا الاشاعه ديالها سواء في افريقيا او في اوروبا، فهذا كيعطي اطار لكم انتم باش يمكن هذه الجاليه كما قلتيها انها تؤمن هي الاولى انها تتشبت بهذه المعتقدات اللي هي اساسيه اللي هي ديال بلادهم ديال باوتهم وديال جلاله الملك امير المؤمنين. وشكرا لكم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عندكم شي اضافه في هذا الموضوع؟ تفضلوا. السيدات والساده النواب، في الحقيقه هذه مساله ماشي سهله ديال التعامل مع فيما يتعلق مثلا الناس اللي كنصيفطوا في رمضان راه 4 شهور و5 كنطلبوا من القنصليات باش يعطيونا السمات الى اخره الفيزات يعني التاشيرات ديالهم كيصعب. على كل حال هناك ظروف صعيبه وكتزداد الصعاب اوروبا نظرا للمخاض السياسي الداخلي اللي كاين. في الزياره الاخيره ديال الرئيس ماكرون كان عندي لقاء مع السيد وزير الداخليه لم يعلن عنه في الاعلام، وتناقشنا على عدد ديال الامور وهما مقتنعين، ولكن راه هما في سياق داخلي معقد، مقتنعين ان الاسلام معتدل المغرب كذا كذا في صالح الجميع. وقال لي من جمله ما قال لي العلمانيه كتصدمكم. قلت له لا. قال لك كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت لي لان نحن علمانيون. قال لك كيفاش؟ قلت لي ما عندناش النصوص ديال 1905 ولكن اللي بغى شي حاجه عندنا كيديرها لان لا اكراه في الدين. بقى حلف. المهم قال لي المهم راه صيفط لي رساله توصلت بها اليوم اننا باش نتلاقاو ونعاودوا نستمروا. الظروف ماشي سهله، كنقول لهم حنا معكم لاننا حنا مع الاعتدال وحنا مع يعني الحريه وحنا مع، ولكن راه ظروفهم حتى هما ماشي سهله. شكرا. شكرا للسيد الوزير المحترم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.